مساء الخير على كل اللي بيتابعونا من كل مكان. النهارده في واقعة مش عارفة اوصفها بايه. هي واقعة غريبة على مجتمعنا. ان احنا بنيجي على الغلبان، واحد نباش. هو مش عامل نظافة، هو بيلم الحاجات البلاستيك والكنزات والحاجات دي عشان يسترزق منها. البلدية عاملين لكنه ولا يعني لو حرامي مش هيتعامل كده. ليه ياخدوا منه؟ ليه الحاجة اللي هو بيلمها وبياكل منها عيش؟ كان ناقص يبص على ايده وعلى رجله. ليه كده؟ ليه؟ يعني انتوا عايزين الناس تسرق؟ ده هو بيلم، يعني هو مش واقف بعربية بيبيع ولا واقف بحاجة. ده هو بيلم شوية ازايز، شوية كنزات، ويروح يديهم لتاجر الجملة اللي بيصنعهم ويكسب منهم، يسترزق قرشين. ليه كده؟ هو مش واقف بعربية ولا عامل اشغال للطريق. اتقوا الله في الناس الغلابة، الناس مش ناقصة. ده انت موظف، يعني انت موظف يعني المفروض تحس، موظف غلبان انت كمان المفروض تحس باللي بيحصل، يعني بحال الناس الغلابة. ليه كده؟ الراجل الغلبان بقى عمال يقول له: يا اخي والله العظيم ده انا ما اكلت من الصبح يا اخي، ده انا ما اكلت من الصبح يا اخي، ده انا شغال من الصبح. وهو برضو مصمم ان هو ياخد منه الحاجة اللي هو جمعها، اللي عبارة عن الازايز والكنزات. طب ليه كده؟ ليه؟ اتقوا الله. والراجل يعني في الاخر بقى عمال يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. لكن برضو ربنا ما بيسيبش الغلبان. اول ما محافظ بورسعيد عرف بالخبر ده، اجتمع بالراجل اللي هو بنباش القمامة، ورضاه وعرض عليه وظيفة. بس ليه نأذي بعض؟ ليه بنيجي على الغلبان؟ ليه ما بنشوفش الناس اللي هم يستاهلوا فعلا ان احنا نحبسهم او نجازيهم ونعمل فيهم كده؟ ليه بنيجي على الغلبان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. ويا ريت اعرف رايكم في اللي حصل ده. ولو الفيديو عجبكم يا ريت اشتراك في القناه ولايك وكومنت، وقولوا لنا ارائكم في الكومنتات.